تخيل انك ممكن تتعور بمسمار صغير زي ده، وبعد يومين تلاقي نفسك مش عارف تبلع ريقك ولا حتى تفتح بقك. ده مش فيلم رعب ولا حاجه، ده مرض اسمه التيتانوس. التيتانوس ده سببه بكتيريا اسمها كوليستريديوم تيتاناي. التيتانوس ده عامه هو بكتيريا لا هوائيه، يعني بيحب المكان اللي ما فيهوش اكسجين، مش بيعرف ينمو في وجود الاكسجين. عشان كده بيحب الجروح العميقه والجروح الملوثه اللي الدم مش بيوصلها كويس والاكسجين مش بيوصل لها كويس. ودي من اذكى واخطر انواع البكتيريا اللي بتعيش وسطنا من غير ما نحس. الغريب في البكتيريا دي انها بتعيش بشكل طبيعي في امعاء الابقار والخيول والحمير، الاغنام، وحتى الطيور احيانا. مشكلتها بقى لما تدخل الجسم عن طريق جرح من مسمار صغير زي ده ما تنضفش كويس وما تطهرش، ممكن المسمار ده يكون ملوث بالبكتيريا دي. هتقول لي طب المسمار بعيد عن براز كل الحيوانات دي. الفكره انها مش بكتيريا حيه، بتبقى خارج الجسم على هيئه حاجه اسمها سبورز. دي ممكن نسميها حويصلات. دي مقاومه جدا للظروف البيئيه الصعبه، ممكن تنتقل في التراب والغبار لغايه ما توصل خلال اي جرح وتدخل جوه جسمك، وتستنى الفرصه ان الجرح يكون ملوث او مش متنضف كويس عشان تنشط البكتيريا وتبتدي تطلع السم بتاعها اللي اسمه تيتانوس بازمين. والسم ده من اخطر انواع السموم على وجه الارض. يكفي اقول لكم ان السم ده جرام واحد منه يكفي لقتل 5 مليون بني ادم. والمصيبه ان الجرح ممكن يكون بسيط جدا اصلا وانت تقول مفيش حاجه، لكن البكتيريا بتشتغل وتفرز السم بتاعها ويمشي في الاعصاب لحد ما يوصل للجهاز العصبي المركزي، المخ والنخاع الشوكي. طب ازاي بقى السم ده ممكن يقتلك؟ ازاي بيخلي الواحد مش عارف حتى يبلع ريقه ولا عارف يفتح بقه؟ تعال فاهم. العضله عشان تنقبض بيجي لها اشاره عصبيه بماده اسمها استايلكولين. الماده دي بتروح ترتبط بمستقبلات كده على العضله وتقول للعضله انقبض. دلوقتي العضله منقبضه، طب هتفضل منقبضه شويه وقت وهتتعب، هيجيلك شد عضلي. العمليه دي فيها نظام فرامل، في اشارات تانية كده بتطلع بتروح على الاسيتايلكولين اللي ارتبط بالعضله ده بشكل مبسط، تفصله وتقول للعضله ارتاح انت بقى شويه. بيجي بقى السم ده يمنع الفرامل دي، يخلي العضله في حاله انقباض دائم ومستمر. فمتخيل ان عضلات الفم منقبضه طول الوقت، والم شديد وتقلصات شديده ممكن توصل انها تكسر العظم احيانا. ازاي نحمي نفسنا من التيتانوس؟ خط الدفاع الاول زي دايما ما انا بقول غسيل الجرح كويس جدا وتطهيره، عشان زي ما شرحنا قبل كده في حلقه السعار، البكتيريا اللود او الفيرال لود اللي هي كميه الفيروس او البكتيريا اللي الجسم محتاجها او اللي محتاجه تدخل الجسم عشان يجي لك المرض. فانت لو دخل جسمك شويه بكتيريا صغيرين هيطلعوا شويه سم صغيرين، هتتاخر معاك على ما تظهر الاعراض. لو طهرت كويس جدا مفيش بكتيريا، حتى لو في بواقي بكتيريا المناعه هتهاجمها، ما انتش سايب الجرح ملوث، بكتيريا عايشه براحتها من غير مناعه ما تهاجمها. فمهم جدا التطهير والغسيل الكويس جدا للجرح. تاني حاجه، لو الجرح كان عميق او المسمار كان ملوث او انت شاكك ان المسمار ده ممكن يكون كان قريب من مكان فيه حيوانات، لازم فورا تاخد مصل التيتانوس TIG، وده بيهاجم السم اللي لسه ما دخلش الاعصاب وبيرتبط بيه وبيمنع انه يوصل للجهاز العصبي المركزي. تاني حاجه طبعا دي باستشاره الطبيب، ان احنا ناخد مضادات حيويه تقدر تهاجم البكتيريا اللاهوائيه دي زي الميترونيدازول او البنسلين عشان تقتل البكتيريا نفسها اللي بتطلع السم دي. وطبعا في تحصين بيتاخد لو انت بتشتغل في مكان او معرض للجروح كتير. تحصين او مصل التيتانوس بيتاخد مره وبيتكرر مره كل 10 سنين، ودايما بيتاخد للحيوانات لو الحيوان اتجرح جرح عميق او بعد ولاده قيصريه. واساسي جدا استخدامه في الخيول والحمير لانه من اكتر الكائنات اللي الامعاء بتاعتهم بتحمل المرض ده، فممكن اي جرح بسيط في الامعاء يخلي المرض يدخل مع الدوره الدمويه. يا رب اكون قدرت افهمكم المعلومه بشكل بسيط. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطري.